بقول لكم يا جدعان احكي لكم قصه قصيره حزينه، فعايزك تفتح مخك وتركز معايا علشان الموضوع مهم قوي قوي قوي. وانا قاعد فكرت في مباراه نادي الزمالك ونادي النصر وتخيلتها لمجرد تخيلتها بس. تخيل بقى ان انت بتقابل كريستيانو رونالدو وبتقابل ساديو ماني وتقابل بروزوفيتش وتقابل فوفانا وتقابل تاليسكا، وعايزك تتخيل معايا. سيبك بقى من بقيه اللعيبه لانهم هم معروفين، سيبك من بقيه اللعيبه. انت كنادي الزمالك هتلعب بحاتم سكر بقول لكم ايه، ما احنا كنا بنضحك على النادي الاهلي وهو بيلعب برضه في كاس العالم للانديه، فعادي. وانت بتلعب بالسيد نيمار وبتلعب بدونجا وبتلعب بحاتم سكر انا عايزك تتخيل هتبقى مباراة للتاريخ، ومباراة يعني انت مطالب ان انت تكسبها. يا لهوي يا لهوي، انت مطالب ان انت تكسب النصر بكل هذه النجوم، ولكن نادي الزمالك عنده فريق قوي. يعني احنا كنادي زمالك عندنا فريق مدجج بالنجوم، يعني احنا مش اقل من حد. سكة ودغري احنا مش اقل من حد، ولن نقبل الا الفوز. وسيب لي توقعاتك للماتش، لان احنا مع بعضينا ولكن انا والله العظيم سرحت فيها بس. يعني انت عندك بقى حاتم سكر يا اختي. بقول لكم ايه، هتبقى مباراة للتاريخ وهتكتب في تاريخ اللعيبه دي لو كسبت الماتش ده. ولكن انا عندي سؤال بيطرح بلح، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بكره؟ هو ده السؤال اللي لازم يتسأل بس. ويطلع لك واحد من اعلاميين نادي الزمالك يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان فريق النصر فريق عادي. مين؟ انت متخيل؟ انت بتلعب كريستيانو وساديو ماني وبروزوفيتش وفافانا وتاليسكا. يا سنين البيضة. في ايه؟ ابسروكلي. انسى ابسروكلي. واحد هيقول لي ايه ده؟ اصل انت بتتعلم لغات يا ابني وانت فاكرني تعليم مجاني؟ لا، ده انا مصروف عليا ابسروكلي. الموضوع منتهي معايا. فسيبك بقى من ايه، عشان ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. ولكن المباراة بكرة هتبقى صعبة. طبعا هتبقى صعبة. مال ولكن نادي الزمالك يقدر. طبعا نادي الزمالك يقدر. ونادي الزمالك طبعا فريق مدجج بالنجوم. ده احنا عندنا حاتم سكر بس. مش هتكلم بقى في بقيه اللعيبه، ولا هقول لك بقى دونجا، ولا مش هقول لك اي حاجه تانية. عندنا حاتم سكر، الموضوع منتهي. تفهمني؟ ولكن هو ليه فريق النصر بالشكل ده؟ يعني ليه ما يلعبوش بالاحتياطي مثلا؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتعملوا معانا كده ليه؟ والله العظيم الموضوع ما مستاهل. انتوا مكبرين الموضوع ليه يا جماعه؟ الموضوع مش مستاهل والله. يعني ليه هتلعبونا بكل دول وانتوا داخلين تلعبوا مين؟ عشان احنا فريق كبير. صح وعندنا فريق مدجج بالنجوم. فانت جايب لي بقى كريستيانو في ايه يا جدعان؟ والله العظيم انتوا مكبرين الموضوع قوي. احنا رايحين اصلا، يعني دي بطولة ودية. احنا رايحين اساسا نلعب اللي هو ايه، يعني عادي كرة قدم للمتعة فقط لا غير. لكن البطولة العربية اصلا هي بطولة ودية في الاول وفي الاخر. يعني نهاية الامر بطولة ودية، فالموضوع عادي والموضوع سهل. احنا رايحين اساسا نعمل عمرة ونرجع. ما هيصناش اصلا ما هيصناش ولا عملنا اي حاجه خالص. لما كسبنا فريق الاتحاد المنستيري
يعني فريق الاتحاد المنستير لما كسبناه الموضوع كان عادي معانا. وايه يعني لما نخسر من الشباب؟ ما عادي برضه. وايه يعني لما نخسر من النصر؟ ما برضه ما عادي، عادي خالص، عادي قوي قوي قوي. فعادي يعني. ابصرك لي ان انا مش هعرف العب مع هذا الفريق، ولو لعبت معاه هطلع مثلا ب 15 16 بس. عادي والله، والله العظيم انا مش هبقى زعلان. وانت فاكرني كزملكاوي هتيجي تحفل عليا بعد الماتش؟ لو النبي. وانت فاكر ان انت لما انا اخسر بكره هتيجي تحفل عليا بعد الماتش وانا بلعب بحاتم سكر ودونجا وابراهيم نضاي؟ انت اتجننت؟ هتيجي تحفل على واحد بيلعب فريق النصر اللي هو بيلعب كده؟ لا لا، ابصركلي ما اسمحلكش، ابصركلي ما اسمحلكش، ما اسمحلكش. هندي ولا ايه؟ هندي هندي هتيجي تحفل عليها عشان بلعب كريستيانو وبلعب ساديو ماني وبرازوفيتش وفافانا وتاليسكا؟ هنهب بقى ولا ايه؟ هتهب هي وانا بلعب بحاتم سكر ودونجا؟ وربنا ابدا. اللي هيخش يحفل عليا بكره هجلده. ما انت ما تجيش تحفل عليا وانا بقى كده يعني. في ايه ده؟ انا تالت الدوري. هتحفل عليا فين اصلا؟ انا اساسا مش مستحمل، ما فيش حيل، ما فيش نفس اقعد اجادل واقول لك اصل مش هلعب، بلعب بمين وبلعب بمين، ما فيش الكلام ده. خلاص؟ فنبقى لطاف وخفاف وظراف مع بعض. ورساله لنادي النصر، ما توفروا طاقتكم، انتوا لسه عندكم المشوار طويل. والله بكلمكم بجد راجل لراجل، فاهمني؟ يعني انتوا ليه ما توفروش كل الكم اللعيبه دي للمباريات القادمه؟ ليه تلعبونا بكره اصلا؟ ما تنسحبوا يا جدعان، ما الموضوع سهل، ما تجوش. طب اكسبونا، لو كسبتونا اكسبونا واحد بس، ما مش اكتر يعني. ما لاقيش تسعات واتناشرات، بالله عليكم بالله عليكم. ما لاقيش الموضوع يوفر مننا. ها احنا معانا فريق مدغج بالنجوم بس ما يبقاش كده يعني. مش عايزين نطلع العالي عشان احنا اصلا ما بنعرفش نعد اكتر من 4 5 بس. هتيجي تقول لي اتنشرت واربعه، انا هقول لك مش جاي معاك في السكه دي. خلصانه عشان نبقى لطاف وخفاف مع بعض. خلاص؟ ويا ريت تكتب لي توقعاتك في خانه الكومنتات تحت عن هذه المباراه الشيقه اللي كلنا مستنيينها بفارغ الصبر. وكده نكون وصلنا لنهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.